أخيرا وبعد 4 سنين قررت أجدد منتجات العناية بالبشرة والشعر بتاعتي. تفتكري منتجات هتفضلي تستخدميها لسنين بكل كفاءة وثقة وأمان يكون سعرها كام؟ بجد ولا حاجة قدام قيمتها. ده أول منتج جربته، اسبونج تنظيف الوجه من ايكوواي. هتحبي بشرتك معاها وتنضفي بيها وشك الصبح وبعد ما ترجعي من بره وقبل النوم من غير حساسية ولا تهيج. هتحسي بنضارة وتحسن في مسامية بشرتك. كمان لو بتحطي ميك اب هتوفر لك كمية رهيبة من القطن والميسلر ووتر والميك اب ريموفر. قررت استبدلها بقفاز الجمال، حجم اكبر وعناية اكتر. ما تنسيش ان كل المنتجات دي بايونات الفضة سيلفر ايون اللي بتمنع تراكم البكتيريا والجراثيم او نقل العدوى. تاني منتج جربته كان تربون الشعر. خطيرة، ناعمة، طويلة وتناسب أي طول شعر. خفيفة جدا على الراس، بتنشف شعرك بدون كمكمة ولا هيشان وتقصف، ولا تسبب لك برد وصداع زي الفوط العادية. كواليتي مش هتلاقيه غير في ايكوواي وهدية شيك جدا. تالت منتج انبهرت بيه كان قفاز الاسكراب بالبينك، ومنه كمان اللون الأزرق. بما اني شخص ما بحبش الانتظار ولا كركبة المنتجات، فهو بيساعدني اهتم ببشرتي بأبسط خطوات وفي أقل وقت. مناسب لإزالة الرؤوس السوداء والغمقان والجلد الميت. أنصحك بعده تستخدمي مرطب طبيعي أو زبدة شيا أو جل صبار وادعيلي. رابع منتج قفاز الاستحمام. متخيلة ده بقاله عندي 4 سنين. يا ترى الليفة العادية بجراثيمها بتحتاج تغيريها كل قد ايه؟ بينظف الجسم كويس جدا بالمية، حرفيا بيخلي الجسم يزيق من النظافة وينشط الدورة الدموية ويدي نعومة كأن معاكي سبا في بيتك. ولمزيد من العناية والدلال أو الرغوة والريحة المنعشة، أنصحك تختاري صابونتك الطبيعية المفضلة زي صابون التروبيكال القمر دي. أنا منى أحمد، ودي كانت تجربتي اللي أنصحك جدا بيها. ولو حابة تطلبي دلوقتي أو عندك أي استفسار سيبيلي رسالة.